مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ رمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بصحة وسلامة وبأحسن حال. هنا أنا بنات رجعت لكم فيديو جديد، أتمنى هذا الفيديو يعجبكن من بداية الفيديو. إذا حابة محتواي حطيلي لايك، وإذا ما حابة حطي ديسلايك، عادي أتقبل آراء الكل والجميع. وإن شاء الله محتواي بنات يعجبكم، رغم إنه كلش هواي بنات يعني شهدوا بمحتواي البسيط الحلو اللي يعطيهم طاقة إيجابية ويتفاعلون وياي كلش هواي بنات. هنا هاي قبل شهر رمضان الكريم وب4 أيام أو ب3 أيام لولو، ب3 أيام هذا بدينا بنات نكمل بالبيت، ومصورتها هاي الفيديوهات، وقلت إن شاء الله بشهر رمضان الكريم أنشرها للبنات على مود يشوفن وين وصلنا بالبناء. هنا مثل ما تشوفون قلت لكم عندي مناور 2، واحد من جهة الدرج البيت على مود يعني إحنا مسوينا بيتنا صغير، مسوين مناور 2 على مود يعني التهوية. وهاي ليش يصير صغير وما بي مناور، يصير بنات يعني مثل القبر، مثل ما نقول إحنا ما بي يعني تغير بالهواء. وهاي فإحنا مسوين مناور 2، منور من جهة الدرج ومنور بنات بالهول من هاي الجهة، من جهة الشباك أو البلازما اللي دائما أصور أنا بيتي يعرف إيش جاي أحكي. فهنا أنا بنات قلت لأبو ملاك خلي نكمله، ما طول عندنا سميت وعندنا رمل خير من الله، خلي نكمل البيت على مود شنو بنات نخلص من الرمل ونخلص من التراب. ليش بعد فترة ويقول أريد البخن، أو أنا يعني أفكر إذا فكرت أريد أسوي المنور اللي جوا الدرج، إذا أردت أسوي بنات مطبخ أكيد راح ألبخه. فهنا أنا قلت خلينا نلبخه بعد فد مرة على مود يعني نخلص. ومثل ما تشوفون هذا السياج اللي خارجي مالت البيت لبخناه من الداخل، وإن شاء الله بعد كم يوم نلبخه من الخارج. أو بديت نقلت، ما قلت كان نقلت هواي نقلت بنات هنا سطلين وشوية أساعد أمو ملاك على مود يعني ما يتعب، وأسوي له همة ونشاط وما يقول عافتني وحدي. فبديت بنات أشيل وياه خطيه، هو هم يتعب وربي يجبر بخاطره، ومثل ما تعبناه إحنا ربي إن شاء الله يريح باله. وما قلت كان يعني حط هاي الخبطة، وخابروا أصدقاء قالوا له جايينك نريد نروح للفاتحة. فقال لهم أنا جاي أشتغل بعد ساعتين، يعني آخر الجاية مالتكم ساعتين إن شاء الله وأروح وياكم. وبدأ بهنا بنات يلبخ بهاي الطريقة. الحائط قلت لكم هذا المنور بنات إحنا حاطين بيه تواليت تكرمون. فإذا ردت أسوي للمستقبل، مو المستقبل البعيد بس نقول إن شاء الله، يعني الواحد إذا نوى على شيء يعني وإذا حط بباله شيء يسوي. فهنا أنا بنات أسوي مطبخ، بس المطبخ من الجهة هاي مالت التواليت، يعني هنا ذيك الجهة أسوي سقيفة، ومو كل أسقفنا لأن قلت لكم أريدن المنور يسوي تهوية للبيت، يعني إحنا لازم نخلي تهوية بالبيت. فما راح يعني أسقفه يعني سقيفة كاملة، لا، نص من المنور. أسوي مطبخ صغيرون، وأشيل الطباخ هذا الكبير مالتي أحطنه بالمنور هنا مثل ما تشوفون. هذا المنور مالتنا أو صورته لكم بالبداية، هو يعني مو كلش كبير ولا كلش صغير، بس يعني لا بأس بي، يعني يوفي بالغرض، اللي يريد شيء يسوي. فهنا مثل ما تشوفون بدأ يلبخ بهاي الجهة. هاي يوم بنات، هاي يوم واحد سوى هذا الحائط شوية، وثاني يوم راح نكمل. فهنا مثل ما تشوفون قلت لكم هو هم عنده أشغال أو تطلع عليه يعني فواتح وأعراس وهاي. وهنا ملوكة أجت من الدوام، والف الحمد لله والشكر بنات، تعبنا ما رايح. ربي لا يضيع تعب الطلاب ولا يضيع تعب الأهالي بأطفالهم. ألف الحمد لله والشكر إلك يا رب إنه إحنا بنات يعني مهتمين بأطفالنا، مهتمين ببيتنا، مهتمين بالمثل بأبسط الأشياء اللي إحنا نسويها. فهواي بنات قالوا ملاك شلون تصورين أنتي وتقرين جهالك أو بناتك، شلون تقدرين عندش طفلة صغيرة، شلون رمضان، شلون بنات. هو بعد أنا ما طول قاعدة وآكل أفتح التليفون، أو ما طول قاعدة أطبخ أفتح التليفون. بس صحيح إنه الطبخة إذا تخلصينه أنت بساعة، إذا تفتحين تليفون تصير عليك ساعتين. ومن النوع بنات أنا ما أتدخل بحياة أحد، إنه بس بحياتي هذا يوم أنا مخلصته بس بالتصوير، أو مخلصته بس أقرب بناتي، أصور، أنظف، أعزل. أكو أشياء كلش هواي أنا ما أصورها لكم، يعني مثل هذا اليوم إنه أنا حاطة جدورته على النار وما صورت يعني تصوير الطبخ، حطيت الجدور على النار. قعدت قريت البنات راح للدوام، دواهم صباحي اجن الساعة 12. هذا التصوير تقريبا الساعة بالوحدة، لأن هو ب3 راح للفاتحة مالته.
فقلت لك كان كلش هواي أشياء إحنا نسويها ببيتنا. لا تقولن إنه أنتي بالمثل شلون عندك هالكثر وقت. كلنا عندنا وقت، بس يجوز إنتن مستغلات وقتشن بالمثل تصفحن على الإنترنت. ترى هذا بسرعة، بس تلزمين الجهاز أو يعني تباوعين بالإنترنت بأي برنامج تدخلين له بسرعة الوقت ياخذك. فأنا شو أسوي؟ أصور بهذا الوقت اللي أنت قاعدة بالمثل مرتاحة بيه. أنا أقعد أصور لي طبخة، أمنتج لي فيديو، أقري ملوكة، أقري أختها صف السادس، يعني أغسل مواعيني. دائما بنات يعني مو دوم أول ما نتغدى قبل أغسل المواعين. على ما بنات أنوم بنتي مش على ما بالمثل أشوف شنو عندي. مرات تتأخر غسل المواعين تقريبا، إذا إحنا نتغدى بالوحدة أخليهن بالمثل للأربعة العصر. حسب بنات وقتي، حسب وقتي. يعني ما أقولشن إنه أنا أقوم بسرعة ويعني وأخبص روح أخبص، لا. أهم شي أودي البنات للدوام إذا دوامهن صباحي، وأقوم شنو الوراي أشوفه. إن إذا دوامهن عصري أوديهن وبعدين أقومن أكمل غداي. بالمثل إذا هن إجن بعد خلصنا إحنا غدا وهاي، لا لازم أشوفن بنات. يعني لازم أشوف بالمثل مش تنام أو أغسللها أو أشوفها شنو عدها. فلازم يعني أخلصها، يلا أقوم بنات بعد للمطبخ أخلص المواعين مالتها. هاي يعني بالمثل الطارمة ما أغسل. أقول كان أول ما أقعد الصبح إنه أنا أول ما أقعد الصبح أطبخ وهاي وأغسل الطارمة، لا والله. مرات بنات أغسلها بالليل تقريبا الساعة ب11 على ما ينامن البنات، على ما أخلص بالمثل أنا الشغل الداخل البيت. ما بنات كله بيوم واحد أشتغله، ولا كله يعني بنفس الوقت. أنا بالمثل هدومي بالغسالة، طبختي على النار، مش تبكي لازم أروح لها وكله أسوي بنفس الوقت، لا والله. يعني مقسمة وقتي ومقسمة يعني نظام بيتي منظمته، مو كله بنفس الوقت. كتشن إذا عندي ملابس مرات أغسل الساعة ب11 بالليل، ل12 للوحدة خلصت الملابس نمت. مرات بنات عندي شو اسمه خبز. يوم الخبز ما أغسل ملابس، ويوم الملابس بالمثل ما أقدر أروح أعجن وأخبز وأطبخ وأسوي هاي، لا. فهنا أنا بنات هذا ثاني يوم. أول يوم سوينا هاي الصفحة قلت لك وراح البيت صديقة، وهاي ثاني يوم سوينا المناور بنات 3 أيام. يوم سوينا هاي الجهة، ويوم سوينا هاي كملناه يعني وخلصنا، وثالث يوم سوينا المنور اللي من جهة البلازمة. فقلت لك بنات حلو الواحد ينظم وقته، وما أطل أي شخص غير بيتي وقتي أبد نهائيا. والله ما أنطي بالمثل ما داخلة جروبات أقاربنا، ما يعني أروح أطلع أمشي بالمثل صديقات عندي أروح لهن، لا. كل وقتي كله مخلصته بنات ببيتي. فهنا يعني أصور شنو الأحداث اللي تصير عندنا. بالمثل عندي خبز أصوره، عندي طبخ أصوره، ومرات والله ما أصور بس الطبخ، ما أصور تنظيف. أو إذا طبخت أغلب الفيديوهات بنات أنا إذا طبخت ما أصور كان غسل المواعين، لأن قلت كان أروح أنوم البيت صغيرة، أو أقري ملوكة، أو تروح للدوام أو تجي من الدوام، فدائما يتأخر الغسل المواعين مالتي. بس أهم شي الواحد بناتي يخلصه ويعني يغسل المواعين، وما أتدخل بحياة أي بشر غير حياتي نهائيا. بنات أبد لا تتدخلون بحياة شخص غيركم. خلصوا وقتكم كله ببيتكم، بحياتكم، بترتيبكم، بتنظيم أسرتكم، أحسن مما تخلصونه إيش قالت فلانة وإيش قالت علانة، وتتدخلون بحياة الجوارين أو حياة بالمثل الأقارب والصديقات. أبد لا تتدخلون بيهن. خلي خشمش محتوى وجهش بس بوجهش، لا تدخلين بحياة غيرك. كل من تخلي خشمها بس عتها. فهذا نظامي وهذا شعاري بالحياة، إنه أبد ما أتدخل بحياة أختي، ولا أتدخل بحياة أخو، ولا أتدخل حتى بحياة أمي، ولا أتدخل بحياة الجوارين نهائيا. بنات نهائيا ما أتدخل بحياة بشر. يعني حتى الجوارين مجرد سلام، أو مرات إذا احتاج شي بالمثل أروحن، وهاي هي بس. ما أظل النهار كله رايحة راجعة وأبقى عندهم ساعات طويلة وعايفة بيتي وعايفة بناتي، لا والله. فمن هذا الباب إنه أنا عندي مجال كلش هواي يعني، ومو هواية مجال عندي بحياتي، بس أقدر يعني أوازن بين قناتي وبين حياتي اليومية.
فمثل ما تشوفون بناتي هنا خلصنا هذا المنور. القتيشن أريد أسويه مطبخ إن شاء الله للأيام الجاية أو مستقبلا، يعني لحد الآن إحنا ما مسوين أرضية للاستقبال ولا للطار، متعرفون رمضان وتعبان أبو ملاك، بس إن شاء الله الأيام الجاية راح نكملها. هنا هذا الشكل النهائي إلها، وراح أسوي إن شاء الله طباخ هنا، وأحط الغسالة هم هنا. حلو الواحد يعني يخلي المطبخ مالته ذاك اللي قديم أخليه بس هيجي. وهنا بنات هذا اليوم الثالث، قلت لكم ذاك المنور صار يومين وهذا اليوم الثالث. هذا المنور عندنا كلش صغير وحلو وما بي شمس، يعني جوارينا منه وهاي، بس أنا ما أقدر أطب وأطلع بيه لأن شوية الباب يعني من تفتحين الزولية أو الحصير ينكرف. فهنا عندي هذا، قال أبو ملاك حطي تنورك هنا لأن هذا صغير وحلو، قلت له لا ما أريد هذا، ذا هاي أسوي الجهة من عنده مخزن أحط بيه الغراض، وهم أخلي بنات نص من عنده بلاية سقيفة على مود شنو يدخل الهواء ويطلع يعني عادي. فهنا سواها همين. ألف الحمد لله والشكر إلك يا رب، إنه الواحد ما طول هو عايش بالبيت يعني يسوي ويعدل ويرتب أموره كلش حلو. وهاي هوستنا قبل رمضان بكم يوم قبل لا أغسل لكم البيت، نزلت لكم غسل البيت. وهنا بنات لا هاي يعني الجانب المظلم اللي من حياتي اللي مريت بيها. فأهم شي خلصنا من السميت من الرمل بالبيت، وإن شاء الله بعدنا بس الفوق السطح الجهة مالت البيتونة هم راح بنات نلبخها. فإن شاء الله على الأيام المقبلة أو على الشهور المقبلة نكمل بيتنا. هنا مثل ما تشوفون أقلت كان كله سميت وكله وهواء عالي، وهاي قبل لا نغسل البيت قبل شهر رمضان الكريم. أتمنى فيديو اليوم عجبكم، وأتمنى كنت خفيفة ظل عليكم بنات، وشكرا لكل بنية شجعتني، شكرا لكل بنية انطتني حافز وخلتني أقوم وأمنتج الفيديو. وصلنا نهاية الفيديو، مع ألف ألف سلامة، في أمان الله وحفظه يا أحلى متابعات.